التصوف الذي كان يفترض به أن يسمو بالإنسان روحيا وأن يزكي نفسه ويحلق به بعيدا عن عالم الشكليات والمظاهر والمادة، أصبح اليوم أداة لصناعة الجهل والخرافة والجنون. فقد أصبح التصوف اليوم مشروعا تجاريا مربحا يدر على صاحبه الأموال الطائلة، فهو لا يحتاج منه سوى إلى لحية كثة وعمامة كبيرة وجبة، كما ويحتاج التاجر بالتصوف أحيانا إلى انتساب إلى آل بيت النبوة. فبتعرفوا شيخ طريقة ومو سيد مش ظابطة. يقول الشاعر الباكستاني محمد إقبال في مدعي التصوف أو في صوفية اليوم: ذهب الدراويش الذين عهدتهم لا يعبؤون بصارم ومهند، وبقيت في حرم يتاجر شيخه بوشاح فاطمة ومصحف أحمد.